السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال مدرب سان جيلواز عن عمور اليوم. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إذن شارك الدولي الجزائري ونجم الخضر محمد أمين عمور في مباراة اليوم أساسي مع فريقه سان جيلواز البلجيكي في الجولة 19 من الدوري البلجيكي. وشارك محمد أمين عمور في هذه المباراة وسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 21 من عمر المباراة، وبهذا يواصل عمور مطاردة هداف الدوري البلجيكي والذي يبتعد عن عمور بفارق هدف واحد. وخرج مدرب سان جيلواز بعد نهاية المباراة وقال: كما قلت في السابق، عمور أصبح لاعب مهم في الفريق، اليوم سجل هدفاً آخر، هذا أمر مذهل. عمور لاعب شاب ولديه مستقبل واعد، وأتمنى له حظاً موفقاً مع منتخبه في الفترة القادمة. ويذكر أن محمد أمين عمور سيلتحق مباشرة بتربص المنتخب الجزائري في سيدي موسى. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد.